بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بمناسبة المولد النبوي الشريف جيتكم اليوم بوصفة الكعبوش. أول حاجة نديروها نقليو السميد تاعنا. أنا قليت براسك كان كيلو تاع عمور المتوسط طبعا. ومن بعدها زدت له شوية كاوكاو زدت له حساس واحد 300 غرام هكاك. قليتو ورحيتو حطيته معاه كما راكم تشوفوا، وزدت معاه التمر واحد 250 غرام هكذاك تاع التمر. غسلته طبعا وقطعته بتيدي وحطيته معاه. وزدت حلوة الترك. حلوة الترك درت واحد خاصك حتى نص باطا هكاك. خلطتهم مليح مع بعضهم باش يندمجوا المكونات. ومن بعد زدت 250 غرام تاع الزبدة. درت انا ماغارين سول. ذوبتها وحطيتها معاهم. خلطت المكونات مع بعضهم بعض بحيث ندخل الزبدة هذيك مع مكونات التوعي كما راكم تشوفوا في لا فيديو. حتى دخلت الزبده هذيك سوا في المكونات. ومن بعد زدت لها العسل. نحط شويه نسيي نخلط بالطريقه هذه بحيث ندخل العسل هذاك في المكونات التوعي، حتى كل مره نزيد شويه حتى طملي الخليط ديالي. وكل مره نزيد شويه تاع العسل حتى نوصل للقوام المطلوب، وهو انه تتكون لي كره متماسكه في يدي بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. يعني ما تعاودش تنحل، تبقى حاك مع روحها متماسكه هكذا. ونزيد نكمل بقيه الخليط اللي عندي بالطريقه هذه حتى نكمل كامل الكعبوش تاعي. هذه هي لا كونتيتي اللي تحصلت عليها، جاتني حساس 23 حبه. هذه هي النتيجه الاخيره. شوفوا كيفاش طريه من الداخل وبنه خرافيه.